السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله العلي الأرفق وجامع الأشياء والمفرق ذي النعم الواسعة الغفيرة والحكم الباهرة الكثيرة، ثم الصلاة مع سلام دائم على النبي القرشي الهاشمي وآله وصحبه الأبرار الحائز مراتب الفخار. أما بعد، لو كبرت في جموع الصين مئذنة سمعت في الغرب تهليل المصلين. إذا اشتكى مسلم في الهند أرقني، وإن بكى مسلم في الصين أبكاني. ومصر ريحانتي والشام نرجستي، وفي الجزيرة عنواني تاريخي وعنواني. أرى بخارى بلادي وهي نائية، وأستريح إلى ذكرى خراساني. وأينما ذكر اسم الله في بلد عددت ذاك الحمى من صلب أوطاني. شريعة الله لمت شملنا وبنت لنا معالم إحسان وإيمان. بلاد تركستان عبر التاريخ كانت هي الداء والدواء. كانت لنا أحياناً داء، لكن كان يأتي منها الدواء. عندما أتى إلى بلادنا جحافل التتار، من تصدى لهم؟ أليسوا أبناء تركستان سواء كانوا من الشرق أو الغرب؟ اليوم محنتنا تركستان الشرقية، ولكن بلاد تركستان كانت أبناء تركستان في التاريخ هم الذين دافعوا عن حوزة الدين وعن يعني بلاد المسلمين، كما ذكر إخواني قبل ذلك. مثلا قطز، السلطان قطز عندما تصدى للتتار، أتى التتار فغزوا بغداد والشام واتجهوا إلى مصر، ولم يهزموا في معركة قط حتى جاءهم ذاك التركي القائد قطز، فتصدى لهم وهزمهم في أول هزيمة لهم في عين جالوت. أول مرة يهزم التتار في عين جالوت. لذلك وثق الشاعر هذه الملحمة، ملحمة عين جالوت، فقال: غلب التتار على البلاد فجاءهم من مصر تركي يجود بنفسه، بالشام أهلكهم وبدد شملهم، ولكل داء دواء من جنسه. لأن التتار من جنس الترك في يعني مصطلحهم العام أو في تعريفهم العام، التتار من الترك، لكن الذي هزمهم وغلبهم تركي من نفس الجنس. لذلك قال: ولكل داء دواء من جنسه. وعندما سقطت غرناطة وسقط الأندلس، هب البرتغال والأسبان لغزو العالم الإسلامي، وكان هدفهم مكة المكرمة، فحركوا أساطيلهم تجاه أفريقيا وجنوب أفريقيا ورأس الرجاء الصالح، والتفوا علينا من جهة باب المأرب وحاصروا جدة. حاصرت أساطيل البرتغال جدة حتى يصلوا إلى مكة، وقصفوا جدة حتى استعان المسلمون ذاك الوقت، استعانوا بالدولة العثمانية العلية، أظن بالسلطان مراد، أظن مراد الثاني، فأتى مراد وحمى العالم الإسلامي من غزو البرتغال ومن الاستعمار الجديد. وعاش العالم الإسلامي وخاصة الشرق العربي 400 سنة تحت حكم أو تحت الدولة الإسلامية التركية. كما تفضل أستاذ عريف الندوة بأن الكلام طال وتململ الأخوة، لذلك كان عندي نقطة واحدة فقط لا أزيد. الدعاية الصينية. الصين بما تعمله من فظائع للأسف تجد لها تسويق في العالم، وخاصة العالم العربي والإسلامي، بما يعرف بدعاية أو باستراتيجية أو دبلوماسية القروض
والتطعيم. بدأت في الفترة الأخيرة حتى تغطي على جرائمها ضد الأيغور ومعسكراتها التي لم تعد تستطيع أن تخفيها. يعني أن تحجز أكثر من 1,000,000 في معسكرات لا يمكن إخفاء هذه الجريمة، صارت الكل يعرفها في العالم. فأرادت الصين أن تحرك دبلوماسية القروض، الأموال، توعد الدول العربية والإسلامية يعني ضخ القروض والأموال والتنمية، وأيضا تطعيم. كانت يعني أرسلت تطعيمات في أيام كورونا يعني مجانية للدول العربية وأفريقيا لإسكاتهم عن جرائمها وخاصة جريمتهم ضد الأيغور. الكلام طويل في هذا الموضوع. ما في شك أن مؤتمر عالمي بمثل هذا المستوى للأيغور يستحقون. الجريمة كبيرة ومشهودة، ويعني نأسف لأنه لم يكن هناك يعني مؤتمرات قبل هذا، لكن أن تبدأ متأخرا خيرا من أن لا تبدأ، ومشوار الميل يبدأ بخطوة. فنبارك هذا المؤتمر ونشكر القائمين عليه، ونشكر أيضا الحكومة التركية على السماح لمثل هذه المؤتمرات التي أظن أنها لا يسمح بمثلها في بلادنا العربية. بل للأسف أن في بعض البلاد العربية هناك سجون للصين في بعض البلاد العربية، سجون سرية للصين تم اكتشافها تقوم بتعذيب الناشطين الأيغور فيها وبملاحقتهم في البلاد العربية. للأسف سجون تخص الصين. الصين بلد سيء في حقوق الإنسان، بل حتى على شعوبهم الصينية. وسائل التواصل ممنوعة، لا عندهم تويتر ولا عندهم فيسبوك ولا عندهم واتساب، عندهم شبكات تواصل خاصة فيهم لمراقبة شعوبهم. فأحاطوا شعوبهم بسياج أو سجن كبير، وأحاطوا أهلنا في الأيغور في تركستان الشرقية بسجن ثاني، سجن داخل سجن. بلاد ممنوع السفر منها وممنوع الخروج منها وممنوع التواصل مع الأجانب. ما في شك أننا أمام بلد لا يحترم حقوق الإنسان ويضطهد إخواننا الأيغور التركستانيين الشرقيين. لذلك كانت هذه وقفة مستحقة. أشكر القائمين على هذا المؤتمر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.